أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في نشرة الأخبار لهذا اليوم. نحن هنا اليوم لنقدم لكم أبرز الأحداث والمستجدات الوطنية والعالمية التي تهمكم بشكل دقيق وشامل. شكرا لثقتكم بنا، وسنكون دائما عند حسن ظنكم. دعونا نبدأ سويا هذه الرحلة في عالم الأخبار. خرج وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بمبادرة مبتكرة لرسم ملامح السياسة الخارجية المستقبلية لقصر المونكلوى. قام الوزير بتقديم ما يمكن وصفه بخارطة فكرية تضيء مستقبل العلاقات مع المغرب بطريقة مبتكرة ومختلفة. ففي هذه الخارطة الفكرية أكد ألباريس بشكل قاطع على استمرار التعاون مع المغرب على أعلى مستوى، وهذا يعكس التزام إسبانيا بالعمل مع شريكها المغربي في مجموعة متنوعة من المجالات وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية. هذه الخطوة تأتي في سياق البحث عن طرق جديدة لتعزيز التعاون المشترك وبناء علاقات أقوى بين البلدين. بهذه الخطوة الجريئة، يبدو أن ألباريس يسعى إلى تحديث الرؤية الإسبانية للسياسة الخارجية وتمكين العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب من الازدهار والنجاح في العقد المقبل، وذلك من خلال الالتزام بالتعاون البناء والمستدام. بينما يمضي بيدرو سانشيز زعيم الحكومة السابقة في تقديم نموذج متنامي للثقة بين الجماهير، يزداد الشغف والاهتمام بمسار تشكيل حكومة جديدة. تزايدت هذه الثقة بشكل ملحوظ في ضوء تعثر جهود فيغو في تشكيل حكومة جديدة، حيث لا تظهر أي علامات واضحة لنجاحهم حتى الآن. ومع تسارع جهود يولاندا دياز زعيمة حزب سومر في محاولة إقناع كارلوس بوجديمون الزعيم الكتالوني الذي هرب من ملاحقة العدالة بدعم الاشتراكيين في تشكيل الحكومة المقبلة، يشهد السيناريو السياسي تغييرات مثيرة ومحورية تجعل من المشهد السياسي الإسباني شيقا وغامرا. فيما يتعلق بالجزائر، أعربت العاصمة الإسبانية مدريد عن رغبتها الشديدة في إعادة بناء علاقاتها بالبلد الشقيق على النحو الذي كانت عليه قبل حدوث الأزمة الحالية. وفي الوقت نفسه، يصر قصر المرادية في الجزائر على الالتزام بالأسباب نفسها التي أسهمت في تدهور هذه العلاقات دون أدنى مساومة. عندما تحدث عبد الحميد البجوقي الكاتب والمحلل السياسي البارز، لاحظنا كيف تزامنت تصريحاته حول ألباريس مع ارتفاع مستوى الثقة الذي يمتلكه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في قدرته على قيادة الحكومة المقبلة بقوة وتألق. وخلص البجوقي إلى أن الجمهور الإسباني قد توصل إلى فهم متين وإيجابي بشأن موقف إسبانيا تجاه مبادرة الحكم الذاتي. هذا الموقف ليس فقط سليما بل يعد محملا بالفوائد لصالح بلادهم. في الواقع، يمكن القول أنه يحقق أرباحا متعددة بدلا من أن يتسبب في أي خسائر.
شكرا لثقتكم بنا، وسنكون دائما عند حسن ظنكم. دعونا نبدأ سويا هذه الرحلة في عالم الأخبار.